يا سهير. ايوه يا ماما. مين اللي كان بيضرب جرس الباب؟ دي مدام زينات الخياطه يا ماما، بعتت فستان الفرح. وريني كده حكيم، انا عارفاها. بصي لو النبي يا ماما، ده جنان خالص. شوفي. الف مبروك يا بنتي. اصل الحاجه المستعجله كده ما بتكونش مظبوطه. ازاي يا ماما؟ هو انا عمري شفت جوازه بالسرعه دي؟ كانت بالكتاب كان من يومين والفرح يوم الخميس. اصل العريس مستعجل قوي يا ست انت هاني. مالك انت يا بنت؟ حاضر يا ست هاني. ايه اللي دخلك في مواضيع زي دي؟ امشي ادخلي جوه شوفي ايه اللي وراك. حاضر. ايه بس اللي مزعلك يا ماما؟ انا يا سهير بالزعلان ده يوم المنى لما اشوفك في بيت العدل، لكن بالسرعه دي؟ حبيبتي يا ماما، انت زعلانه اني هسيبك واسافر بعيد عنك يا رب. طبعا يا سهير، لكن اقول ايه بقى؟ ابوك اداه كلمه وخلاص. ربنا يا بنتي يسعدك ويهنيك. يا حبيبتي يا ماما. ادخلي بقى يا حبيبتي اكتبي تذاكر الدعوه، احسن يا دوب الوقت ضيق زي ما انت شايف. حاضر يا ماما، حاضر يا احلى ماما في الدنيا. ايوه اول عينيا ما جت فالك. ايوه حاضر. الو، مين؟ عايز الست الكبيره؟ اقول لها مين؟ واحد قريبها؟ ايوه موجوده حاضر. في ايه يا فتحيه؟ واحد عايز حضرتك يا ست هانم. هاتي السماعه يلا وادخلي انت جوه. حاضر. الو. ايوه انا ام العروسه. الله يبارك فيه. الله، انت بتضحك على ايه؟ العريس ماله؟ اتكلم. بتقول ايه؟ مش معقول، مش ممكن. انت متاكد من الكلام ده؟ يا خبر زي بعضه. الو. الله، قفل السكه. يا سهير. أيوة. يا بنتي يا فتحيه. يا ماما. يا سهير. في ايه يا ماما؟ مالك يا ماما؟ وشك اصفر كده ليه؟ الحقيني يا بنتي. مالك؟ مش قادره اقف على رجلي. حصل ايه بره الشر؟ كوبايه ميه. كوبايه ميه بسرعه يا فتحيه. حاضر يا ست مالك يا ماما؟ مالك يا حبيبتي؟ اسنديني يا بنتي لغايه اما اقعد على الكرسي. مالك يا ماما؟ انت حاسه بايه؟ يا دي المصيبه، يا دي المصيبه. اروح اكلم الدكتور يا ماما؟ لا، انا بخير يا بنتي، انا بخير. بس اللي حصل مش هو اللي خير ابدا. وبعدين يا ماما مش تقولي ايه اللي حصل؟ اقول ايه وعيد ايه؟ عياني دي اخرة بختك يا بنتي. ارجوك يا ماما تتكلمي وتفهميني ايه الحكايه. اسمعي يا سهير، اتصلي بابوكي حالا في الشركه. حاضر يا ماما حاضر. وقولي له يجي بسرعه. يا قلة بختك يا بنتي، يا قلة بختك. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. شفت بقى يا سي عبد السلام شرطك؟ وأنا كنت عارف إن ده هيحصل. انا مش قلت لك تسأل عن العريس قبل ما ننشبك الشبكة دي؟ أسأل عنه إزاي بس؟ إذا كان الأستاذ حامد أعز صديق ليا هو اللي جايبه وقعد يشكر فيه قدامي، وهو طلع وحش. لكن الجدع مش باين عليه حاجة من اللي بتقولي عليه. يعني كنت عايزه يعلق اعلان على ظهره ويقول انا متجوز وعندي 3 اولاد، أنا عارف بقى. ويمكن كمان رامي ولاده في الشارع ومراته رفع عليه قضية نفقة كمان. يا شيخة بلاش الكلام ده. اتاريه كان مستعجل قوي. ايوه كان مستعجل قبل الحكاية ما تتكشف. بقى كده يا أستاذ حامد تغشيني؟ أمال لو ما كناش أصحاب طول العمر. والعمل ايه دلوقتي؟ والله ما أنا عارف يا تفيدة. هو في غير انه يطلق بنتنا؟ يطلقها؟ ايوه برضاه او من غير رضاه، قدامنا المحاكم اهي. بنتي ما تتجوزش راجل بالشكل ده ابدا. أنا بقول يا تفيدة. هي المسألة عايزة ولا بقى؟ اسمعي بس اللي هقوله. اتكلم يا سي عبد السلام، ما هي طيبتك دي هي اللي غرقتنا. يا ست اصبري شوية لغاية